بام. تحية لزينب جواد، تضرب وتجلد ولا دبالي، والله يحفظها. لك انت يا كلب. كلب على قدر الواقع. طبعا قهرتني، دم العراقية يقهرني يا بلا غيرة، دم العراقيات انا انهار علي يا بلا ناموس، يا ناموسز يا بلا غيرة، يلي جاي تاجر تدمر بنيتك تبيع، كان استحيت ما خفت من الله باكر الله يبتليك. خلاص لا خلاص. منو قال لك؟ منو قال لك ما شفت؟ انت قريبا كنت انت قربين تعدي لسته 8-6 وروح اسالي عن. المهم تضرب، قالت لو ما في زلم يدافع عننا، لو في زلم ما بنطلع نتكلم، ما في رجال. هل في شيعي رجال؟ لا ما في، قوادين. وتحية للأبطال، وتحية بنتكلم على أساسها المواطن الشيعي لا حول ولا قوة، مهما اختلفنا معاكم في فكركم الضال، لأنه فكر شاذ. بس أنا من منظوري أنتم مظلومين المرجعية، هانتكم الحكم الجعفري هانكم. ليش ولائكم لإيران وهنا مصيبة؟ أنتم لا تريدين حلوة. أنا من منظوري اللي حصل للشيعة كان لازم يحصل منشان يفهموا إن الحكم الشيعي ما بعده إلا الدمار. ليش؟ لأن حياة الشيعة بس يا عباس يا زهراء يا حسين يا علي. إيش دخل أمي أنا؟ إيش دخل أمي؟ شفتنا نقول يا معاوية هذا علينا وهذا حسيننا، كلهم آل البيت نحترمهم، ما نقدسهمش ما نعبدهمش. تلك أمة قد خلت أتم مستقبلي وما شابه ذلك. حياتكم أنا ما أتكلم وحق الحسين يا لثارة الحسين يا للخرافات، هنا مشكلة. تحية لهذا الناشطة، تحية لك يا زينب، رغم أنه تم سجنها وأخذ جوالها ولبتوب إلا أني بتقاوم وتكافح، والآن أمر بمنعها من الظهور. من أنتم يا قوادين؟ من يكشفكم ومن يصير عنده النضج ووعي أكثر تحاربونا. الآن الشيعة صاروا أكثر وعي من أي وقت مضى. وتحية لكل شيعي شريف، تحية لك من القلب للقلب. ثوروا دكتور أبان، كل يوم دكتور أبان، بل الشيعة كلهم الدكتور أبان. أنتم ضحية زي الدكتور أبان، والله ضحية المعممين والمرجعية. هانوكم ذلوكم ونشروا في عقولكم لازم تكونوا مظلوم، وضعك سيء للغاية من شان المهدي المنتظر. أنانيكم المهدي المنتظر، وأنانيكم مساعد المهدي المنتظر والخرافات. بالله عليك تؤمن بشغلة مش موجودة، لشخص يجي آخر الزمن ينشر العدل والمساواة. طيب آخر الزمن قامت القيامة، ليش قال لك هذا الفكرة؟ منشان يستمر في نهبك وذلك وهيانتك وفقرك وجهلك. ايه مهدي المنتظر؟ الله ذكر في القرآن النحل والنمل وكل الحمار، ذكر كل شيء. يعني ايش ناقص تذكر شيء؟ هنا كلكم تحريف التشيع، والله نزعل عليكم. أنتم شئنا ما بين عراقيين شئنا ما بين مهانين. احنا بنتضرر والله كعربي كيمني اصحوا يا شيعة، لازم نعالج المشكلة من الجذور. القضاء على الفكر، القضاء على المعممين والحكومة الملعونة. والحكم لن ترى النور إلا بالحكم السني. احنا أهل عدل ومساواة، احنا نبني لك مستقبل وانت قعد لطم. احنا نغير ايديولوجيتك الضالة. ويا ما سمعت الأستاذة زينب تفخيذ الرضيعة والخرافات، هذا كله أفكار هندوسية، كلها أفكار السكستاني منه هندوسي. كيف عندك واحد سكستاني كيف تعبدون شخص ما تكلم ولا كلمة ولا عنده جنسية عراقية؟ سكستاني فضحة الخوئي وغيرهم. اصحوا فوق ذلك قربت سعيد صنع 10% من الأراضي اليمنية.